القصة اللي غنعاود لكم اليوم ماشي قصة واحد منا ولا العشرات ولا المئات، بل الآلاف منا، في المقاهي، في الأسواق، في التجمعات، في الأحياء. ما كتسمع من الشباب غير حلم واحد، وهو حلم الهجرة. بجهة تقول ميم ودنون كيحلموا بزاف من الشباب بالهجرة إلى الفردوس الأوروبي، بحال وبحال كاع المناطق المغرب كيهربوا من الفقر والبطالة عن طريق الهجرة السرية، واللي كتكون على طريقين، يا إما عن طريق قوارب الموت اتجاه إسبانيا، أو عن طريق تركيا مرورا بدول البلقان حتى كيوصلوا لإيطاليا. في هذا الفيديو غنتكلموا عن الهجرة الأكثر أمانا والأصعب خطورة، واللي هي الهجرة عن طريق تركيا. إلا بغيتوا تعرفوا أسرار خفية لهذه المغامرة تابونوا عندي في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بعد ما تشدت الحراسة في الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، تراجعت نسبة الهجرة من المغرب، وولاو الشباب كيسافروا إلى تركيا باش يقلبوا على أقرب فرصة للهروب عبر الحدود اليونانية وحدود دول مجاورة، عبر البحار أو مشان على الأقدام باش يوصلوا إلى الجنة الأوروبية، على الرغم من المخاطر اللي كتعترض سبيلهم. وواخا كيعرفوا أن هذه الدول معروفة بانخفاض كبير في درجة الحرارة وتساقطات الثلجية ووعورة في الطريق، والأبشع من العصابات اللي كيتعرضوا لهم، ولكن إرادتهم وعزيمتهم يفوق أي طبيعة وأي مخلوق، وما كتكسرهم إلا إرادة الله. أول خطوة كيديروها الشباب ملي كيوصلوا لتركيا كيقلبوا على سكن شبابي. كيكونوا معاك في سكن جزائريين، سوريين، الأفغان وغيرهم، عين ناعسة وعين حاضية، لأنه يقدر يغدرك أي واحد منهم ويدي لك حوايجك وانت ناعس. ما يمكن تسافر بوحدك في هذيك الطريق، ضروري من الصاحب، مرة تعاونوا مرة يعاونك. من بعد كيجيبوا شوارع تركيا، كيقلبوا فين كيكونوا المهربين، لأنه ما يمكنش تقطع الحدود بين تركيا واليونان بدون حراك، وهاد المهربين هم أخطر أنواع البشر وكيتسموا بتجار البشر. مافيات عندهم أسلحة مختلفة، كيوظفوا أشخاص من مختلف الجنسيات كتنشط في مواقع مختلفة باش يتحكموا في طرق التهريب. ما كيتفقوا المهاجرين مع المهرب باش يحركهم عن طريق نهر إفروس بين 50 و 60 أورو، وهذا النهر هو أكثر شيوعاً اللي كيقطعوا منه المهاجرين مقارنة مع البحر. قبل ما ينطلقوا بنهار كيتقضاو لوازم الرحلة، ساك صحيح، ساكوساج، باور بانك، المابس والماء والماكلة اللي غدوزهم حتى الأسبوع. كل واحد فيهم هز أكثر من 50 كيلو على ظهره، وكيمشوا القرى الحدودية لأقرب نقطة للحدود، البلاصة اللي دار معاهم المهرب، والباسبور ديالهم كيحطوه عند شي حد ثقة اللي كيخلصوا عليه باش يبقى في الأمان، لأنه إلا طاح في أيادي غدارة كيبيعوا ويشروا به السلاح، وكتصدق أكبر مجرم للسلاح وانت ما على بالك. كيحرقوا الواد على متن قوارب صغيرة على مسافة 200 كيلومتر، واللي كتعتبر منطقة عسكرية كيسلب حياة بعض المهاجرين، وعلى ضفافه كتوقع انتهاكات جسيمة في حق المهاجرين، وكيتعاملوا بمعاملة عنيفة. واستنادا إلى شهادات شباب اللي تمكنوا من عبور الحدود، كيتعرضوا الأشخاص اللي كيتشدوا من طرف حرس الحدود لشتى أنواع العنف الجسدي، من الضرب والتعذيب وتجريدهم من ملابسهم ومن ممتلكاتهم، ومن بعد كيرجعوهم لتركيا وكيعاودوا الرحلة من جديد. ممنوع منعا باتا الرجوع للأرض الوطن أو حتى التفكير فيه على حد قولهم. اللي رجع البلاد كيحس بالشمتة وكيتكسر، وحتى المعاناة اللي تعرض لها في طريقه من انتهاكات في حق الإنسانية ما كيعاودهاش. من بعد ما كيقطعوا الواد في الضفة الأخرى كيكملوا على رجليهم مشان على الأقدام، كيقطعوا السكة والأوتورود وكيطلعوا مع الغابات، والبوليس كيجروا كيغوتوا من وراهم، ما كيفهموا غير ستوب ستوب، وكيطلقوا الرصاص. تقدر تموت بين يديهم برصاصة منهم، وكاين اللي تشد وتعذب، وكاين اللي من إرادة الله سلم ونجا منهم. كيقطعوا الغابات، الجبال، الوديان، في الليل وفي النهار، أيام وليالي، مرة يمشوا مرة يجروا، حالتهم يرثى لها، تكرفيس، الغيس، الجوع، العطش، العيا، باش يمشوا مدينة سالونيك شمال اليونان، أو كما كيسموها بتيسالونيك، وهي عاصمة المهاجرين. أي مهاجر كيوصل تماك ضروري يمشي عند ماما روزا، واللي كتعتبر أم المهاجرين في اليونان. كاين اللي كيحرك من كازانتي اليونانية حتى الحدود مقدونية ب 1500 حتى 2000 أورو. ملي كيوصلوا كيكملوا على رجليهم ما يقارب 7 أيام حتى كيوصلوا لصربيا. وكاين اللي كيحرك من تيسالونيك حتى الألبانيا على رجليه، كيهدفوا ستاسيونات في نص الليل، كيمشوا البارك ديال الرموكات وكيتمنطاو تحت الرويض، كيمشي بهم حتى كيوصلوا صربيا. غالبا المهاجرين كيرتاحوا في الكامب ديال صربيا أيام وأيام، كيتعرفوا على مهاجرين من كل الجنسيات وقصص مختلفة ومعاناتهم في الطريق وأنواع الأمراض اللي كيتصابوا بها. في هذه اللحظة المشاعر مختلطة عندهم،
فرحة وصولهم لنص طريق، اشتياقهم للأهل والأحباب، وخوفهم من النقطة الموالية. وسطاج الوحش هو أنك تقطع حدود صربيا وهنغاريا اللعينة. كاين واحد قرياش خطير ما يمكنش تدوز بلا ما تحرق، وفات نقطة تطواني وعصابته مسيطرين على المكان. كتحرك ب 300 أورو باستعمال السلم، وكاين الملالي كيحرك ب 250 أورو، وكاينين صحاب تسليمة اللي كيمشوا فيها بزاف سوريين لأنهم كيدفعوا بزاف وكيقطعوك لأقصى حدود لدول البلقان باش يوصلوا لألمانيا لأنهم كتعطيهم اللجوء. أما المغاربة فكيتسموا بوحوش الغابات، كيقطعوا دولة بدولة عن طريق الغابات والمحميات. كاين اللي كيتجنب هنغاريا وكيمشي عن طريق المحمية جهة كرواتيا، ولكن عصابات الأفغان مسيطرين تماك وكيجريسوا ويقتلوا بعض الأحيان. في رواية أحد الأصدقاء أنهم كيخطفوا واحد من المهاجرين ويهدوه بالقتل قدام صحابه باش يخلصوا عليه الفدية ويطلقوا سبيله. تعرضوا ولاد قليميم للخطف والرهينة من طرف هاد الأفغان. كيكملوا الطريق ويستعنوا بالرموكات كيتمنطاو تحته باش ينقصوا عليهم الطريق حتى كيوصلوا للنمسا. والنمسا هي أول نقطة أوروبية كيسلموا فيها ريوسهم من بعد إيطاليا. الأكاذيب اللي كتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية على أن الطريق سهلة باش توصل أوروبا ومأمنة ومصاريفها قلال لاحتهم في مصير مجهول. أغلبهم تقطعت أخبارهم، ما عرفوش والديهم واش من الحيين ولا الميتين ولا محبوسين، وكاين اللي خلص على رحلته 5 مليون وكاين اللي كتر. ما يمكنش تصور العذاب الشديد اللي كيمروا منه الشباب في هذا الطريق. جميع المخاطر كتصادفك في هذه الرحلة، تقدر توصل لهدفك وتقدر تلقى هدفك بسبب الجوع والبرد والعصابات الإجرامية. جميع التجارب والمخاطر والشعور اللي كنمروا منها في حياتنا كاملة كيمروا منها هاد المهاجرين دقة واحدة في رحلة حياة أو موت. فرحان ماشي لأوروبا وخايف ومرعوب ومعطوب وموجوع وجيعان وعطشان ومشتاق لوالديه اللي كان هاز لهم الهم كيفاش يبلغهم قبل أنه غيهاجر. كاين اللي ما بلغهم حتى وصل، كاين اللي حتى قطع نص طريق، وكاين اللي ما عرفوه فين غبر وهو واحل في الحدود ومحتاج يد المساعدة. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون عليهم سفرهم هذا واحفظهم بعينك التي لا تنام.